شايفك بتقلب في الموبايل ومش عارف تنام. عادي يا صديقي، ده لأن مخك لسه فاكر إن أنت شغال. النوم مش بيجي لما بنغمض عينينا. النوم الحقيقي بيجي لما الموجات اللي في مخنا بتتغير من موجات البيتا لموجات الدلتا، من موجات البيتا اللي هي بتاعة التركيز والفوقان والصحيان لموجات الدلتا اللي هي بتاعة التأمل والنوم والاسترخاء. المشكلة كلها في الإضاءة بتاعة الموبايل، في الريلز اللي انت عمال تقلبها وتتفرج عليها. كل ده بيدي اشارات غلط لمخك ان انت شغال وصاحي ومحتاج تركز، فبالتالي مخك بيفضل شغال على موجات البيتا وعمره ما بيخش على موجات الدلتا. زي الناس اللي بتتفرج على فيلم اكشن قبل ما تنام، او الناس اللي بتشرب شاي او قهوة قبل ساعات النوم بمدة قليلة. كل دي حاجات بتدي لمخك وجهازك العصبي إشارات إن أنت لسه بدري قوي عنه، فبتسبب لنا قلق وعدم قدرة على النوم. لو عايز مخك يوصلك لنوم عميق، حاول ما تمسكش الموبايل أو تتفرج على أي شاشات ساعة قبل النوم. حاول ما تشربش قهوة أو كافيين أو مشروبات غازية بعد العصر. حاول تعمل لنفسك روتين هادي قبل النوم لمدة ساعة، وابدأ طفي عقلك بهدوء مش فجأة. لو انت قدرت تعمل ده، صدقني نومك هيختلف خالص عن اللي انت فيه دلوقتي. لو عايز تعرف اكتر عن الحاجات اللي المفروض تتعمل قبل النوم او العادات اللي المفروض اعملها عشان اقدر اوصل لنوم عميق، تابعنا في الفيديوهات الجاية.